اهلا بيكم. لو عندك صدر فرخه هتعملي وليمه وتتغدي وتغدي البيت كله. مين يصدق ان الطبق ده فيه 15 قطعه عملناه بصدر فرخه بس. عايزه اقولك طعم وريحه تهبل. شايفين من جوه حلو ومستوي ازاي، مش معجن ولا اي حاجه. عملنا كمان جنبه طبق مكرونه بالصلصه واتغدينا وغدينا العيال. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف احنا عملناه ازاي. انا هنا عندي صدر فرخه مقطعاه زي ما انتم شايفين كده قطع صغيره، والافضل انه يكون يعني في الفريزر، تطلعيه من الفريزر وتضربيه في الكب. عندي كمان بصلايه كبيره بشرها ومصفيها، ده تفل بصل. عندي نص كوبايه من البقسماط، معلقه كبيره من الكاري، معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من السبع بهارات، ومعلقه من الملح. ضربتهم في الكبه. لما وصلت للنتيجه اللي انتم شايفينها دي اتكونت معايا عجينه كده ناعمه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده شكلتها اقراص، زي ما تحب تشكلها اقراص، تشكليها صوابع، تشكلها كور، اللي تحبيه. وحطيتها في التلاجة لمدة ساعة، وبعد كده قليتها في زيت سخن سخن جدا لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي الجميل ده. اظن مفيش ابسط واسهل واوفر من كده، يعني حاجة سهلة وبسيطة بصدر فرخة هتتغدي وتغدي العيال، والنتيجة حلوة جدا، طعم أكتر من رائع. وعملت معاه كمان طبق سلطة. ويوم وعدى نصرف في يوم 50 ويوم 500 وهي ماشية، وربنا يوسعها علينا وعليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك، وشكرا ليكم والسلام عليكم.